أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. النهاردة كان عندنا 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز. المباراة الأولى كانت بين المصري ومودرن فيوتشر، والمباراة التانية بين زد والنادي الأهلي، والمباراة التالتة بين الزمالك والاتحاد السكندري. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في ال3 ماتشات دول. بالنسبة للماتش الأول، مودرن فيوتشر يحقق فوزا قاتلا على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1. حقق فريق مودرن فيوتشر فوزا قاتلا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من مسابقة الدوري. استغل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر خطأ باهر المحمدي مدافع المصري وانتفض على الكرة وأسكنها في الشباك في الدقيقة 21، وأشهر الحكم الدولي محمد عادل البطاقة الحمراء في وجه حسين السيد في الدقيقة 44 بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي التحايل داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني تعادل المصري في الدقيقة 68 عن طريق رأسية التونسي معتز زدام قبل أن يسجل جوزيف جوناثان الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لينتهي بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1. بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 27. بالنسبة للماتش الثاني، قذيفة وسام أبو علي أمام زد تعيد الأهلي للانتصارات في الدوري. عاد النادي الأهلي إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى، ونجح في الفوز على زد بشق الأنفس خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام إنبي. الأهلي دخل مباراة الليلة وهو يعاني في بطولة الدوري بعدما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 4-3، ثم تعادل مع إنبي بنتيجة 2-2، لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط، وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات، حقق 6 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف. في المقابل يحتل زد اف سي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف. بالنسبة للماتش الثالث والأخير، الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بثلاثية في ثاني ليالي عيد الفطر. حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري. بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 في المركز ال 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء. حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدف وتلقت شباكه 13 هدف. في المقابل يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعدما خاض 16 مباراة. حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين. سجل لاعبوه 21 هدف وهزت مرماه 19 هدف. مع بداية المباراة ضغط الزمالك، وفي الدقيقة 13 نجح أحمد مصطفى زيزو في تسجيل هدف التقدم للزمالك، وبعدها كاد الاتحاد تسجيل هدف التعادل في رد سريع من زعيم الصغر، إلا أن محمد عواد تصدى للكرة. في الدقيقة 25 سدد أحمد سيد زيزو
كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وارتدت لسامسون أكينولا اللي سددها بالراس لكنها خارج المرمى. في الدقيقة 33 سجل ناصر ماهر الهدف الثاني لفريقه في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة سحرية من أحمد فتوح. وفي الدقيقة 41 سجل سامسون أكينولا هدفا بطريقة عالمية، إلا أن تقنية الفار ألغت الهدف بداعي وقوع اللاعب في مسجرة التسلل. ومع بداية الشوط الثاني كثف الاتحاد السكندري الضغط على أمل تقليص الفارق. وفي الدقيقة 55 انفرد أحمد عادل ميسي بالكرة من منتصف الملعب، إلا أنه سدد الكرة بغرابة شديدة خارج مرمى محمد عواد. واستمرت محاولات الاتحاد السكندري لتسجيل هدف تقليص الفارق، وأجرى جوميز 3 تبديلات دفعة واحدة بدخول مهاب ياسر وسيف الجزيري ومحمد شحاتة بدلا من سامسون أكينولا وناصر ماهر وأحمد حمدي. وسدد سيف الجزيري كرة رأسية بعد عرضية متقنة من عمر جابر ارتطمت في القائم ومرت خارج المرمى. وفي الدقيقة 89 سجل أحمد سيد زيزو هدف الفريق الثالث عن طريق النجم العالمي ميسي بعدما أسكنها شباك المهدي سليمان.